في سابقة من نوعها بالمغرب، تفاجأ المواطنون المغاربة صباح اليوم بأداء غرامة مالية قدرها 25 درهما عند مرورهم دون احترام ممر الراجلين. فهناك من حبب الفكرة والبعض الآخر لم يستصغ الأمر. هادشي كيجيني شي شويه هو مزيان، ولكن خص الانسان خص اول حاجه تكون توعيه ديال الناس. علاش في الاعلام العمومي، في الجرائد، يكون مثلا في ممر الراجلين تكون شي بلاكا بحال الشكل ديال اوروبا، حيت اول واحد دابا كتقول له جي راه درتي مخالفه، كيقول لك اش مخالفه 25 درهم، زعما بغض النظر على 25 درهم، حيت هذه التربيه. انا دابا كنكون غادي في الشارع كنكون مع ولدي شادو في يديه كنقول له ولدي ها فين كيقطعوا الناس، ها فين كيمشيو الناس، ما تلوحش الزبل في الزنقه، ما ديرش هذه ما ديرش هذه. ولكن ملي كيجي واحد مسكين ما عارفش كاع واش كاين هذا القانون هذا وكيدوز كتقول له ما قطعتش، قطعت انا في البلاصه اللي ما مسموحش بها، ولكن ما عنديش انا هذا الشيء في بالي نهائيا. الانسان هذه مزيانه، ولكن خص تكون التوعيه هي الاولى، عاد نطبقوا على الناس القانون. انا خلص 25 درهم، واني مره اخرى ما غندير بحال هكذا، ما غنلقى الممر ديال الراجلين باين غندوز مع ممر الراجلين، مهما واحد اخر غيشوفني بحال هكا غيدوز هو ممر الراجلين. ان الدائره مزيانه وتطبق على جميع المغرب كله، بحال تطوان، بحال فنيدق، بحال مارتيل. وين الا كاين البلديه خاصها تصاوب ممر الراجلين، ممنوع في بلاصه ممنوع الوقوف. البلديه هي اللي غتقوم بهذا الشيء. هي إذن مخالفات وغرامات تبدو غريبة للمواطنين، على اعتبار بأنها تطبق لأول مرة ببلادنا، لكن من شأنها توعية الراجلين بأهمية احترام قانون السير.